في صمت الخشبة وتحت أضواء خافتة تلامس ظلال الأرواح، يقف الكاتب والمسرحي والشاعر والإنسان كحارس للأحلام، ناسجا من الكلمات عوالم تنبض بالحياة. هو سيد الحوار وصانع الدهشة، يخط بأنامل الإلهام صراع النفس والمصير على ستائر المسارح. في كل مشهد يرسمه تسكن حكاية الإنسان، وفي كل جملة ينثرها تهتز أوتار القلوب. إنه شاعر الزمن وكاتب الرواية المتقلب وفيلسوف الضوء والظل، الذي يمنح لشخصياته في الكتابة لسانا، ويمنح الجمهور مرآة ليرى ذاته في وهج الفن. هو الكاتب والشاعر والمسرحي والإنسان وصديق الكل، محمد بن زيد الكامل. هو محمد الكامل بن زيد، الكلمات لن تفيه حقه. من مواليد 19 سبتمبر 1974 ببسكرة، ليسانس التربية البدنية والرياضية جامعة الجزائر. عمل مراسلا صحفيا بجريدة صوت الأحرار، واشتغل أستاذا للتربية البدنية والرياضية الطور المتوسط. بدأ الكتابة الأدبية منذ سن 15، أين نشر أعماله بجريدة المساء، ثم توالى النشر في كل من جريدة صوت الأحرار، اليوم، الشعب، الأيام، الجزائرية. كما نشر أعماله في مدونات إلكترونية كمدونة دوسون بمصر، المحلاج بالمغرب، حقيبة شهريار بالدنمارك، أكاديمية القصة القصيرة بالمغرب، أصوات الشمال، الديار اللندنية. فاز بالمرتبة الثانية في القصة القصيرة في المؤتمر الإفريقي المنعقد بالجزائر سنة 1999 عن الطفل الإفريقي بقصته صديقي منبع. وزارة الثقافة فاز بالمرتبة الرابعة لأحسن الأعمال الروائية تقديرا من السيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في مسابقة المعاش الثقافية للمبدعين الشباب. وزارة الثقافة في 2008 أيضا عن روايته همس الهمس. أيضا كان من السباقين الذين أنشأوا دارا للنشر، هدفها كانت أن ماذا تعطي دفعة قوية لمؤلفي ومبدعي المنطقة، وهي دار علي بن زيد للنشر. بدأت صغيرة لتمثل صوت الكتاب في الجزائر العميقة، ثم كبرت هذه الدار في 2011، واليوم وصلت الدار لأعداد هائلة من العناوين التي نشرت لي أسماء جزائرية وأيضا أجنبية، على غرار الروائي الكبير التونسي محسن بن هنية، على تخوم البرزخ، أوراق تساقطت. كما عملت شراكة أيضا ونشرت للمغاربي كما نشرت في إطار مغاربي، حيث سبق أن نشرت للكاتب الكبير عبد الحميد الغرباوي، كما نشرت للروائي التونسي الكبير إبراهيم درغوثي، والسورية فادية كراجة. من أهم الأعمال الأدبية في الرواية قصر الحيران، أيضا همس الهمس، الجنرال خلف الله مسعود، وأبواب قندهار. أيضا في القصة القصيرة ممنوع الدخول، جديد لتمثال أسود، المشي خلف حارس المعبد. أيضا في دخل مجال المسرحية وكتب وانتصر بامتياز. هذا هو الكاتب والإنسان والفنان محمد الكامل بن زيد. هو الذي كتب عن السياسة، عن أحلام ليلى الوردية، فيقول: خيل لها أنها ملكة على عرش أرض خضراء. وكتب أيضا عن الشارع وعن القيم، فيقول عن الكتابة إلحاد. تدفق كاتب من الظلمة وبكى حتى أكون مشهورا ولي صولات وجولات في وسائل الإعلام السمعية والبصرية. أمروني أن أفضح شهوة المرأة، وأن أحنط شارب الرجل، وأن أسب الله. في زمن تروى فيه الحكايات على وقع الحبر ونبض الخيال، ينبثق من بين السطور رجل جعل من الكلمة رسالة،
ومن المسرح منبرا للدهشة والتأمل. هو الكاتب الذي يسكن اللغة، والمسرح الذي ينطق الخشبة. بروح الإنسان ينسج من الحروف عالما موازيا، حيث تتقاطع الأحلام مع الواقع وتتعانق الفكرة مع الشعور. هو عبد المجيد محبوب، صوت أدبي بسكري جزائري حمل دفء الجنوب وهموم الوطن، فكان الراوي والمجسد، الشاعر والمحاور، المهندس الذي أعاد بناء المعنى في عقولنا، كما يبني الجسور في عالم الواقع. في كلماته رائحة التراب، وفي مسرحياته صدى الإنسان. ولد في 11 أبريل 1978 في رأس الميعاد دائرة سيدي خالد، ولاية بسكرة. يحمل شهادة مهندس دولة في الهندسة المدنية، وقد جمع بين تخصصه العلمي وشغفه بالأدب فبرز كقاص وروائي وكاتب ومسرحي. من أبرز أعماله الأدبية قصة بعنوان تشققات، التي نشرت في موقع ديوان العرب عام 2005، وتتميز بأسلوبها السردي العاطفي والرمزي، كما يعرف بنشاطه الأدبي على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يمارس كتاباته وأفكاره مع متابعيه. ومن بين أعماله المسرحية يذكر مشاركته في عرض مسرحي للأطفال بعنوان الشهيد، الذي قدم من قبل براعم جمعية الميعاد، كما ورد في منشور للمكتبة الوطنية الجزائرية. وإن دل على شيء فإنما يدل على اهتمامه بالمسرح الموجه للأطفال، وتوظيفه في نقل القيم الوطنية والتربوية، ومساهمته في إنتاج النشء. اتفق الشاعران والمسرحيان أيضا على دار النشر، دار علي بن زيد للطباعة والنشر، حيث نشر له ليس سهلا ألا تكوني معي، مجموعة قصصية، وأيضا دلولة. وها نحن نطوي آخر كلمات، لا لنغلق الكتاب بل لنفتحه على اتساع الحلم، لأن المبدعين بسكريين لا زال يحملان دفئا للورقة والقلم ليتحفانا بالشعر والنثر والقصة والمسرح. فنمضي وقد عانقت أرواحنا دفء الحروف، وتعانقت قلوبنا في ظل المعاني. تركنا أثرا خفيفا كنسمة تمر على وجه الذاكرة، وحملنا معنا ما لا يقال من صدق الشعور وعذوبة اللقاء. سنمضي نعم، ولكننا نعود دائما حيث تنبت الكلمة زهرة، وحيث يكتب القلب سطوره بلون الصباح. فلا الوداع وداع ولا المسافة بعد، ما دمنا نلتقي في فلك اللغة ونرتحل معا على جناح الحلم. فإلى لقاء آخر يكتبه الإبداع وتمليه الأرواح وتكتبه الأيام، حيث لا تنتهي الحكاية بل تبتدئ من جديد من خلال ما دام الإنسان على وجه الأرض. ودائما دمتم ودمنا للإنسان أولا، وللفن ثانيا، وللأدب أبدا. سلام عليكم.